عملت النهارده مخلل البتنجان، عملت المسلوق وكمان عملت المقلي بحشوه يا جماعه ودقه طعمها رهيب. مخلل البتنجان اللي عملته النهارده اعملوه جنب اي اكله، هيخلي اي اكله طعمها يجنن. يلا بينا نشوف الوصفه الجميله دي عملناها ازاي. هستخدم البتنجان الصغير في التخليل، وطبعا زي ما انتم عارفين في البتنجان المخلل المسلوق وفي المقلي. انا هعمل لكم النهارده نوعين بطريقه بسيطه وسهله جدا، وان شاء الله هتعجبكم قوي. يلا معايا نشوف المقادير. عندنا كميه كبيره من الثوم، هستخدم كمان فلفل اخضر حار، طبعا الكميه يا جماعه حسب الرغبه. وعندنا توابل اساسيه وهي الكمون والكزبره الناشفه والفلفل الاسود، وهستخدم ملح. عندنا كمان الخل والليمون وباقي الحاجات اللي هضيفها تدي طعم مميز جدا للمخلل عندنا، وهي هريسه الشطه، ولو مش موجوده ممكن تفرموا فلفل احمر. عندنا كمان كزبره خضراء بيبقى طعمها لذيذ جدا مع الثوم، وعندنا كمان جزره مبشوره. يلا مع بعض دلوقتي نشوف الطريقه. عندنا الجزء الاخضر ده لازم نشيله، بصوا يا جماعه كده معايا كده، ونقطع الجزء ده، مش محتاج سكينه ولا حاجه اهو، سهل جدا زي ما انتم شايفين، مجرد نزقها كده ونقطع الجزء ده. خلصت الكميه كلها، دلوقتي هقسم الكميه نصين، نص هخليه للمسلوق والنص التاني هجهزه للمقلي. حطيت على البوتاجاز زيت علشان اقلي البتنجان، وكمان حطيت ميه علشان السلق. هحط في الميه معلقه كبيره من الخل، وهحط كمان بابريكا علشان تدي البتنجان لون جميل. وهجيب البتنجان واحطه، طبعا يا حبايبي انا البتنجان غسلاه كويس ومش هفتحه ولا حاجه، هحطه كده سليم. بسم الله. عاوز البتنجان ما يقعدش كتير في الميه علشان ما يتهريش معانا، يعني مجرد 7 دقايق كده، يكون 70% كده تسويه، وبعدين هطلعه. ده شكل البتنجان، شفته بعد 7 دقايق لقيته عايز شويه كمان، سيبته حوالي 10 دقايق اهو يا جماعه زي ما انتم شايفينه. طبعا ده حسب حجم البتنجانه، لما يكون كبير ممكن ياخد دقيقه او دقيقتين اكتر. خلاص كده هطلعه واصفيه من الميه. بالنسبه للجزء اللي هقليه، انا مش هقليه سليم، لازم اعمل فتحه بالسكينه. تعالوا شوفوا معايا، نعمل خط طولي بالشكل ده كده يا جماعه. طبعا ما ينفعش نحط البتنجان كده في الزيت وهو مقفول، البتنجان هيفرقع معانا. كمان محتاجه اعمل الفتحه دي عشان البتنجان يستوي كويس من جوه. هعمل الكميه كلها. طبعا انا مش بفتح للاخر كده يا جماعه علشان البتنجانه ما تتقطعش معانا. هخلص كل الكميه وهتشوفوها معايا. ودلوقتي هنقلي البتنجان مع بعض. بسم الله كده يا جماعه، هحط كل الكميه اللي معايا. هسيب البتنجان لغايه ما ياخد اللون اللي انا عاوزاه، وبعدين هرجع لكم. طلع الكميه كلها. ودلوقتي هاخد الثوم مع الفلفل الحار، وتقدروا يا جماعه زي ما قلت لكم تستخدموا الكميه اللي انتوا حابينها. هفرمه ناعم وبعدين هنرجع عشان نجهز الدقه بتاعتنا. ده شكل الثوم بعد ما فرمناه ناعم. طبعا انا عملت كميه كبيره علشان كميه البتنجان عندي كبيره. دلوقتي هنحط الملح والكمون والكزبره الناشفه وشويه فلفل اسود. طبعا كميه الكزبره والكمون اكتر من الفلفل الاسود. ودلوقتي هنحط الجزر المبشور. طبعا الجزر يا جماعه اللي ما جربوش في البتنجان المخلل قبل كده يجربوا، هيدي طعم لذيذ قوي. ودلوقتي هنستخدم الهريسه او الفلفل الاحمر المفروم، هيدي لون حلو قوي وكمان طعم جميل. ودلوقتي هنحط شويه كزبره خضراء. اخر حاجه عندنا هحطها
الليمون، عصر الليمون كتير يا جماعه. ممكن احط ليمونتين. ثانيه واحده، في بذره كده وقعت نحوشها عشان ما تبقاش ممرره معانا. ودلوقتي هنضيف الخل. يعني حطيت حوالي ربع كوبايه من الخل. بصوا يا جماعه، كل المكونات اللي انا حطيتها تقدروا تغيروا النسب بتاعتها حسب الرغبه، سواء التوابل او المكونات اللي ضفتها، يعني براحتكم خالص. وطبعا عشان اتاكد ان الطعم مظبوط هدوق يا جماعه عادي واشوف لو محتاج اي حاجه. ممتازه، طعمها حلو قوي ومشطشطه ولذيذه. ده البتنجان المسلوق زي ما قلت لكم، انا سلقته سليم يا جماعه. دلوقتي هقطعه كده علشان احط الحشوه. طبعا وانا بقطعه ما نقطعش للاخر، نفتح كده بس فتحه علشان نحط فيها الدقه كده. هخلص كل الكميه ونبدا نحشي البتنجان مع بعض. دلوقتي هاخد من الحشوه، اخد كميه كده وابدا احطها في البتنجان واوزعها. طبعا الكميه نحطها قد ايه زي ما تحبوا يا جماعه. في ناس ما بتحبش التوم الكتير، ممكن تحط حاجه بسيطه، ممكن تحطوا كميه بسيطه، كميه كتيره زي ما تحبوا. هخلص كل الكميه وارجع لكم. وهنا يا جماعه شلت كميه من الميه اللي سلقت فيها البتنجان. هحط عليها معلقه من الدقه، وانا كنت ضايفه كمان معلقه من الملح. وهاجي كده واغطي كميه البتنجان. شايفين يا جماعه الالوان، لون حلو قوي. نتاكد ان البتنجان متغطي بالميه. طبعا تقدروا تعملوا الكميه اللي انتوا عاوزينها وهتحطوها في علبه، وزي ما قلت لكم هتحطوا الميه دي وهنقفل العلبه ونحطها في التلاجة ونستخدمها، هيبقى الطعم لذيذ جدا. ودلوقتي هنعمل مع بعض مخلل البتنجان المقلي. بصوا يا حبايبي، بحب كده ازود للدقه اللي احشي بيها البتنجان المقلي كزبره خضراء. انا حطيت في البدايه بس بصراحه الطعم بيبقى حلو جدا لما بكتر الكميه. الثوم مع الكزبره الخضراء مع البتنجان لما بيتقلي يا جماعه بيبقى مزيج يجنن. دلوقتي احشي. طبعا زي ما قلت لكم تحطوا الكميه اللي حابينها. طبعا بصوا يا جماعه، الخلطه دي اللي انا عملتها تقدروا تحشوا بيها اي حاجه عندكم، تحطوها على فلفل مقلي، بتنجان مقلي، ممكن تعملوا بيها كمان مخلل الطماطم، هتبقى خطيره. هخلص كل الكميه وارجع لكم. خلاص اخر واحده معايا. في حاجه عايزه اقول لكم عليها، لما تقلوا البتنجان ما ينفعش تقلوه جامد لغايه ما يتحمر جامد وينشف معاكم كده، مش هيبقى فيه حاجه من جوه نحط فيها الحشوه. لازم يبقى فيه حاجه كده عشان الجزء ده هو اللي هيتاكل وهيبقى طعمه جميل. ما نسيبش البتنجان لغايه ما ينشف معانا ويتحرق. تمام كده. خلاص دي اخر واحده معانا. الكميه اللي اتبقت دي يا جماعه هستفيد منها برضو واشوف حاجه تانية اعملها بيها. بصوا يا حبايبي، الكميه اللي باقيه جبت طماطم وحطيتها عليها، بقى عندنا مخلل طماطم في منتهى الجمال. وعملنا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. نجيب كمان فلفل مقلي نحطه. ايه رايكم يا حبايبي؟ طبق بتنجان مخلل خطير. طبعا في ناس بتحب المقلي وفي ناس بتحب المسلوق. انا عملت لكم الاثنين، تقدروا تختاروا اللي انتوا عاوزينه. عاوزين مخلل خفيف هتختاروا البتنجان المسلوق، وعايزين مخلل يكون غني شويه كده ودسم هتختاروا المقلي. والاثنين بصراحه احلى من بعض، وكل واحد فيهم ليه طعم مميز جدا. تقدروا كل مره تجربوا نوع مختلف. وكمان ممكن تعملوا مخلل طماطم زي ما تحبوا.
المخلل ده يا جماعه جنب اي اكله بيوديها في حته تانية، بيخلي طعم الاكل لذيذ جدا. يا ريت كل اللي شايفني لغايه دلوقتي ما ينساش يضغط لايك للفيديو ويشترك في قناتي ويفعل زر الجرس. اشوفكم ان شاء الله في فيديو